عمرك قضيت ساعات طويلة قدام الكتاب وفي الآخر حسيت إنك ضيعت وقتك بتذاكر ومش قادر تركز، وتقوم تقول لنفسك يمكن المشكلة في المادة، يمكن في طريقة المذاكرة، لكن المفاجأة إن المشكلة الحقيقية مش في ده كله، المشكلة في المكان الذي اخترته للمذاكرة. في الفيديو ده هقولك إزاي تختار المكان المثالي عشان دماغك يشتغل بأقصى طاقة بناء على علم النفس وتجارب طلاب كتير. النقطة الأولى الإضاءة. الدراسات بتقول إن الإضاءة الطبيعية بتزود تركيزك وبتقلل التوتر، لكن مش كل الناس عندها مكان مفتوح أو شباك. الحل؟ استخدم لمبة LED بيضاً وخليها تسقط على الكتاب مباشرة. جرب تقارن مذاكرتك في أوضة مظلمة وبعدين في مكان منور، هتلاقي الفرق رهيب. النقطة الثانية الضوضاء. كتير فاكرين إن الهدوء التام هو الحل، لكن ده مش دايماً صح. في بحث من جامعة شيكاغو اكتشفوا إن الضوضاء المعتدلة زي أصوات الكافيه أو موسيقى بدون كلمات بتنشط الإبداع أكتر من الصمت التام. أنا شخصياً لما بجرب أذاكر في كافيه هادي بلاقي دماغي نشيطة أكتر من البيت، لكن لو أنت بتتشتت بسرعة يبقى الأفضل ليك مكان هادي بتركيز كامل. الفكرة جرب وشوف إيه الأنسب لشخصيتك. النقطة الثالثة الارتباط الذهني بالمكان. عقلك بيربط كل مكان بعادة، السرير نوم، الصالة تسلية، المطبخ أكل. ولو ذاكرت في مكان مرتبط بعادة تانية مخك هيفضل يبعت لك إشارات متعارضة. الحل؟ اعمل لنفسك ركن مخصص للمذاكرة بس، حتى لو مكتب صغير في زاوية. مع الوقت عقلك هيبدأ يربط المكان ده بالتركيز. النقطة الرابعة الراحة الجسدية. مكان المذاكرة مش بس كرسي وترابيزة، لو قعدتك غلط جسمك بيتعب والتركيز بيطير. لكن هل لازم تشتري كرسي غالي؟ لا، ببساطة خلي ظهرك مستقيم، رجلك على الأرض، ولو الكرسي مش مريح حط وسادة صغيرة ورا ظهرك. جرب القعدة الصح يومين بس وهتلاحظ فرق في طاقتك. النقطة الخامسة التنويع وكسر الروتين. حتى لو اخترت أفضل مكان عقلك بعد فترة بيتعود ويبدأ يمل. الحل؟ غير مكان المذاكرة من وقت للتاني. جرب مكتبة عامة كافيها هادي أو مساحة مشتركة للدراسة. بس خد بالك التغيير الصح هو اللي يحافظ على تركيزك مش يضيعه. يعني ما تروحش تذاكر في مكان مليان تشتيت وتقول أنا كده بكسر الروتين. الخلاصة أفضل مكان للمذاكرة هو المكان اللي يجمع بين 1. إضاءة طبيعية أو بديل صناعي قوي. المرحلة الثانية من مستويات الضجيج المناسب لشخصيتك. 3. ركن مخصص للمذاكرة فقط. 4. قعدة صحية مريحة. 5. مرونة في تغيير المكان كل فترة لتجديد النشاط. جرب تغير مكان مذاكرتك من النهاردة وراقب الفرق في تركيزك خلال أسبوع واحد بس. أنا متأكد أنك هتلاحظ فرق واضح. ولو حابب أشاركك قائمة جاهزة فيها أفضل 7 أماكن حقيقية للمذاكرة مع مميزات وعيوب كل مكان، اكتب لي في التعليقات كلمة عايز القائمة. ولو لقيت تفاعل كبير هعمل فيديو تكملة مخصوص. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشارك الفيديو مع صاحبك اللي دايما بيشتكي إنه مش قادر يركز.